السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلاب سنة رابعة ابتدائي، يا رب تكونوا بخير. النهاردة إن شاء الله هنشرح التقييم الأسبوع التاني عندنا في المنهج لحد ترتيب الأعداد تنازليا وتصاعديا، يعني لحد المفهوم الأول في الوحدة الأولى. أول سؤال بيقول لي اكتب الصيغة القياسية التي تساوي الصيغة ومديني عدد معمول بالصيغة الممتدة. طبعا قبل ما نبتدي ان احنا نحل مع بعض ما تنسوش لو انتوا معاكم الأسئلة دي تحلوها الأول وبعد كده ترجعوا تتأكدوا من الإجابات معايا. اتفقنا قبل كده في فيديوهات الشرح ان انا لما يكون عندي عدد مكتوب بالصيغة الممتدة وعايزة بالصيغة القياسية، يعني عايزني اركب العدد مع بعضه، بنمسك كل رقم ونشوفه هو خانة ايه. يعني هنا 5 بس يبقى دي خانة الأحاد، بعد كده 30 يبقى دي خانة العشرات، بعد كده 400 يبقى دي خانة المئات، بعد كده 8 قدامها 3 اصفار يعني دي 8000 يبقى دي خانة أحاد الألوف. وما ننساش نعمل الفاصلة بعد كل 3 أرقام. طيب اللي بعدها بقول 500 ألف، 500 ألف يعني في خانة مئات الألوف. طب أنا حطيت أحد الألوف بس يبقى مفيش مئات الألوف، أحط مكانها صفر وبعد كده الخمسة، يبقى 508,435. وما ننساش نمشي خانة خانة عشان لو في خانة مش موجودة نحط مكانها صفر، لأن في ناس هنا بتيجي تحمل السؤال ده تعمل 5 3 4 8 5 وتضيع منها درجات، حاجات سهلة. السؤال اللي بعده بيقول لي حدد أيهما أكبر. اتفقنا لما نشوف أكبر أو أصغر أول حاجة بعد الأرقام. ده عنده 3 و3 6 و2 8، وده برضو 8 أرقام قد بعض، يبقى أنا همشي من الشمال. ده 13 مليون، ده 23 مليون، يبقى أكيد اللي عنده 23 مليون هو اللي هيكون أكبر. اللي بعده بيقول لي حدد أيهما أصغر. العدد 432 مليون و175 ألف و640 ولا العدد 342 ألف 175 و640. أنا عندي هنا طريقتين. أنا أول حاجة بصوا كده، ده بيت وحدة، ده بيت ألوف، ده بيت ملايين. فاحنا لما بنيجي نقارن بنقارن من كبير اللي هي خانة الشمال، يعني هنا تبقى الملايين. ده في كام؟ 432 مليون، لكن ده في كام؟ 342 مليون. يبقى وانا مغمضة عيني طبعا ال 342 مليون هي الايه؟ الأصغر. وفي ناس تانية ممكن تقول يا ميس حضرتك قلت لنا لو انا عندي عدد مكتوب صيغة لفظية والتاني مكتوب بالصيغة الارقام، اكتب اللي بالصيغة اللفظية ده بالارقام الاول. فانا هحط بيت وحدة، بيت الوف، بيت ملايين، وهكتب 432 مليون 175 في بيت الألوف، وبعد كده 640. وبرضو لما اجي اقارن هقارن من الشمال، ده بيت الملايين 432 وهنا 342، فهلاقي ال 342 هو الأصغر. طيب تعالوا نبص على السؤال اللي بعده. بيقول لي أيهما أكبر، قيمة الرقم 5 في عشرات الملايين ولا قيمة الرقم 2 في مئات الملايين؟ طبعا 5 في عشرات الملايين يبقى أنا معايا 50 مليون، والمليون 6 صفار. لكن لو أنا عندي 2 في ملايين في المئات الملايين يبقى 200 مليون، غير حتى مكتبها بالأرقام. حد معاه 5 عشرات، حد معاه 2 ميات، ما ده في الملايين وده في الملايين، يبقى أكيد اللي معاه 200 مليون أكتر من اللي هيبقى معاه 50 مليون. السؤال اللي بعده بيقول لي اكتب صيغة عددية أصغر من ده. 586,419، يعني عايز أي رقم أكتبه بس يكون أصغر من ده. طب أنا الرقم اللي عندي فيه كام؟ 586,419، يبقى أنا ممكن أغير الأرقام كلها وأحط أرقام أصغر. يعني حد يجي يقول لي مثلا هخلي بدل التمانية 9، بدل الواحد 0، بدل الأربعة 3، بدل الستة 5، بدل التمانية 7، بدل الخمسة 4. هصغر كل الأرقام مفيش مشكلة. ممكن حد تاني يجي يقول لي يا ميس انا هصغر اي رقم منهم بس كده، يعني انا ممكن اخلي ال 586 الف زي ما هي، وبدل ما هي 419 اخليها 400 مثلا و10، 409، 418، 417. المهم ان انا اصغر اي رقم من الارقام اللي موجوده، يصغر رقم واحد، يصغر رقمين، يصغر الارقام كلها. المهم ان انا اصغر الارقام اللي موجوده عندي، ما اكتبهاش زي ما هو او ما احطهاش واكبرها، اكبر منها واحد. السؤال اللي بعده بيقول لي اكتب صيغة لفظية تساوي ده. لفظية يعني أنا عايزة أكتب بالألفاظ، يبقى أنا هقول له هنا 60 ألفا عشان ده بيت الألوف، وبعد كده
154. السؤال اللي بعده بيقول لي قارن ما بين العددين ده وده. طبعا احنا اتفقنا قارن يعني اشوف مين الاكبر ومين الاصغر. فانا بعد الارقام، ده عنده 6 ارقام وده عنده 5 ارقام، يبقى اكيد اللي عنده 6 ارقام ده هيبقى اكبر من اللي عنده من اللي مكون من 5 ارقام بس. السؤال اللي بعده نفس الكلام، بيقول لي 315 مليون ولا 2 مليار. لا احنا اتفقنا ان بيت المليارات طبيعي اكبر من بيت الايه الملايين، فيبقى اكيد بيت المليار اكبر من الملايين. اللي بعده بيقول لي أيهما أصغر، العدد 1,158,640 أم العدد 5,178,640. طالما هنا أكبر حاجة عندي مليون، فأنا بشوف الناحية التانية فيها إيه. أدي بيت الوحدة، بيت الألوف، بيت الملايين، في 5 ملايين وده عنده 1,000,000 يبقى أكيد مين الأصغر؟ اللي عنده 1,000,000 يبقى ده الأصغر. اللي بعده نفس الكلام، بيقول لي قارن ما بين العددين، بس مديني 3,092 والناحية التانية 9 في 1 2 في 100 3 في 10,000. هنا بقى مديني واحد بالصيغة اللفظية وواحد بالصيغة التحليلية، واحنا اتفقنا لما يكونوا مختلفين كده احولهم للصيغة القياسية، يعني اكتبهم بالارقام عشان اعرف هو بيقول ايه. فبيقول لي هنا 3,000 يعني في بيت الالوف هكتب 3، فبفتح بيت الوحدة وادي بيت الالوف، 3 في الالوف. وبعد كده 92 من غير تمييز، يعني مفيش حاجة جنبها، يبقى ده بيت الوحدات، ادي 92 وما جابش سيرة المئات فبحط مكان المئات 0. طب نيجي على الناحية التانية، دي صيغة تحليلية، 9 في 1 يعني قصده 9 في خانة الآحاد، 2 في 100 يعني 2 في خانة المئات. ايه ده؟ طب ما هو كده عدى على العشرات، يبقى أنا هحط مكان العشرات 0 وادي المئات 2. بعد كده 3 في 10,000 يبقى دي خانة عشرات الألوف، يبقى أنا هسيب أحد الألوف 0 وادي عشرات الألوف هحط 3. نيجي بقى نقارن. طبعا أول حاجة بنعد الأرقام عشان محدش يتلخبط. ده عنده 4 أرقام اللي هو 3,092 وده عنده 5 أرقام، يبقى أكيد اللي مكون من 5 أرقام أكبر من اللي مكون من 4 أرقام بس. السؤال اللي بعده بيقول لي حدد أكبر الأعداد الآتية، يبقى عشان أحدد الأكبر لازم أعد الأرقام. ده عنده كام رقم؟ ده مكون من 5 أرقام، ده مكون من 6 أرقام، ده مكون من 6 أرقام، يبقى أنا هركن ال5 أرقام ده على جنب. أجي عند مكونين من 6 أرقام، ده 143,000 ده 845,000، يبقى أكيد ال845,000 هتبقى أكبر واحدة فيهم. السؤال اللي بعده بيقول لي رتب تصاعدي. أرتب تصاعدي يعني أرتب من الصغير للكبير. طبعا اتفقنا بنعد الأرقام، ده مكون من 5 أرقام، ده 5 أرقام 5 أرقام 5 أرقام زي بعض، يبقى أنا مفيش حاجة فيهم مختلفة. ابتدي أقارن بقى منين؟ من الشمال، ده 37,000 21,000 20,000 23,000، يبقى أقل حاجة 20,000 بس، واللي بعدها 21,000 واللي بعدها 23,000 واللي بعدها 37,000. وممكن طبعا نعمل له سهم كده ونكتب الأرقام بالترتيب، اتفقنا بنكتبها من الشمال لليمين. السؤال اللي بعده بيقول لي أعد كتابة الصيغة العددية الآتية بالصيغة القياسية ثم رتبها تصاعديا. يعني هو مديني الأرقام مكتوبة بصيغة مختلفة، عايزني أمسك كل واحدة فيهم أكتبها بالصيغة التحليلية بالصيغة القياسية وبعد كده أرتبهم. يعني أول سؤال ده مكتوب بالصيغة اللفظية 36,000، يبقى أنا هروح لبيت الألوف وأكتب 36,000. 127 أدي 127، يبقى أنا كده كتبته بالصيغة القياسية. طب اللي بعده لقيته مكتوب بالصيغة الممتدة 30، يعني ده في خانة العشرات، يبقى مفيش أحاد ودي خانة العشرات. 7,000 ايه ده؟ يبقى كده مفيش مئات كمان، ودي 7 في خانة أحد الألوف. 30,000 يبقى في خانة عشرات الألوف. بعد كده 6 وقدامها 6 صفار، واحنا قلنا المليون 6 صفار 7 أرقام، يبقى ده في بيت الملايين، يبقى كده ما عنديش مئات ألوف، وادي 6 في خانة الملايين. واللي بعدها جاهز أصلا مديوني بالصيغة القياسية. طيب تعالوا كده بقى نرتب تصاعديا، يعني من الصغير للكبير. تعالوا نعد الأرقام. أول واحد ده مكون من 5 أرقام، طب اللي بعده ده 7 أرقام، طب واللي بعده بصوا 8 أرقام. ياه، ده أنا مش محتاجة أقارن البيوت كمان، يبقى أصغر حاجة اللي مكون من 5 أرقام بس، وبعد كده اللي مكون من 7 أرقام بس، وبعد كده اللي مكون من
8 أرقام. طيب تعالوا نشوف آخر جزئية عندنا في التقييم الأسبوعي. مديني هنا في الجزئية دي بيقول لي رتب تنازليا. اتفقنا هنرتب تنازلي يعني هرتب من الكبير للصغير، وما ننساش نعد الأرقام. بس احنا بنركز عليها كم مرة، لأن هنا في ناس هتيجي تقول لي ايه يا ميس دي 6 دي 5 دي 5 دي 5، يبقى أنا هاخد ال6 ده أكبر واحد. غلط خالص، عد أرقامك الأول. أول واحد مكون من 7 أرقام، واللي بعده من 7 أرقام، واللي بعده من 6 أرقام، واللي بعده من 6 أرقام. يبقى أكبر حاجة اللي مكونين من 7 أرقام طبعا. طب ده 5 مليون وده 5 مليون، ده 143,000 ده 654,000. يبقى أول حاجة طبعا ال654,000، عشان أنا برتب تنازلي يعني من الكبير للصغير. واللي بعدها ال5,143,000. نقارن بقى دول، ده عنده 6 أرقام وده 6 أرقام، بس ده 600,000 ده 500,000. يبقى أكيد ال600,000 الأول وبعد كده ال500,000. شفتوا بقى هتختلف خالص عن لو مشينا بالأرقام على طول كده من الآخر من غير ما نعد. السؤال اللي بعده بيقول لي اكتب الأعداد الآتية في جدول القيمة المكانية ثم قارن بينهم. يعني مثلا ال5 دي في الآحاد فبكتب كده 5، بعد كده 4 هي في العشرات، 3 في المئات، 7 في بيت أحد الألوف، بعد كده 6 في عشرات الألوف، 1 في مئات الألوف، 4 في أحد الملايين، و3 في عشرات الملايين. الرقم اللي بعده بردك أهو 5 4 3 1 7 6، بحط كل واحد في الخانة بتاعته يعني. طب تعالى نقارن بقى، ده نفس عدد الأرقام بالظبط، وده 34,000 ده 34 مليون وده 34 مليون. ده 100 في خانة الألوف مئات الألوف، ده 600,000. يبقى أكيد مين الأكبر؟ ال600,000 العدد التاني، يبقى هو ده الأكبر من ده. يا رب تكونوا فهمتوا. احنا كده النهاردة حلينا التقييم بتاع الأسبوع التاني لسنة رابعة ابتدائي. ما تنسوش تعملوا لنا ان شاء الله لايك واشتراك في القناة، ولو في اي حاجة وقفت قدامكم ابعتوها لنا، ولو فهمتوا ابعتوها لاصحابكم. واشوفكم مرة تانية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.